السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المتابعين، متابعين قناة حمادة علي سيارات على اليوتيوب. السيارة اللي معانا النهاردة إن شاء الله تعالى تويوتا كرولا 2013 خليجي كاملة السيارة فول أوبشن، بسم الله ما شاء الله، نازلة على محافظة الشرقية. توصل لصاحبها على خير، نتفرج مع بعض على السيارة إن شاء الله تعالى. بنقدم لكم النهاردة سيارة تويوتا كرولا 2013 خليجي، السيارة فول أوبشن، السيارة بسم الله ما شاء الله حالة ممتازة جدا جدا. طبعا فيها فوانيس شبورة، فيها جنط سبور كامل 5 جنط، فيها كمان تحكم في الستيرنج، تحكم طارة ومثبت سرعه، ازاز كهرباء، مرايات كهرباء، سنتر لوك باور وتكييف، فرامل ABS. نشوف السياره كده مع بعض ان شاء الله. ده شكل السياره اللي موجوده معانا زي ما احنا شايفين كده. ده شكل السياره، حاله ممتازه، حاله ما شاء الله يا جماعه. طبعا بنتعب جدا على ما بنلاقي السيارات السليمه النظيفه والاسعار المعقوله اللي نقدر نشتري بيها يا جماعه، لان الاسعار طبعا فيها يعني فيها اسعار كتير عاليه جدا. ده شكل السياره مبدئيا الخارجي. هنشوف السياره من جوه مع بعض، خليكم معانا. بنشوف الباب الامامي، باب السائق طبعا وسيليكون الفابريكا للباب، وده شكل الباب من جوه. 4 ازاز كهرباء، سنتر لوك، تحكم في الازاز. بنيجي على الباب الخلفي ونشوف كده المسامير زي ما احنا شايفين ما شاء الله، مفيش مسمار اتفك من مكانه. ندخل جوه ونشوف كده طبعا ازاز كهرباء زي ما قلنا، مرايات كهرباء وسنتر وباور. كمان بنيجي نشوف هنا تحكم في الطاره زي ما احنا شايفين، كمان مثبت سرعه. السياره معاها 3 مفتاح بالمناسبه، هنفرجكم عليها دلوقتي. كمان فتحات التكييف بحاله المصنع، وطبعا الكاسيت الاصلي بتاع المصنع، وكل حاجه جوه في السياره زي ما هي بتاعه المصنع. بنشوف كده كمان فتحات التكييف من الجهه الثانيه، والباب وحاله الباب وحاله الصالون. كمان الباب الخلفي ناحيه اليمين سيليكون الباب وقفل امان للاطفال. شوف حاله الباب من جوه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، وحاله الصالون الخلفي. نشوف كمان الباب الخلفي ناحيه اليمين سيليكون الباب، قفل امان للاطفال. وده شكل الباب معانا، وشكل الصالون الخلفي اتفرجنا عليه من الجهه الثانيه. كمان بنشوف الباب الامامي ناحيه اليمين سيليكون الباب قدامنا. ده شكل وحاله الباب بسم الله ما شاء الله. طبعا شوف التابلوه، والعربيه ما شاء الله بحاله الفابريكا زي ما احنا شايفين، حاله من الحالات النادره، حاله من الحالات المحترمه الجميله اللي احنا دايما متعودين عليها. بنشوف المسامير كمان للباب الخلفي ناحيه اليسار زي ما احنا شايفين، مفيش عندي مسمار اتفك الحمد لله. بنشوف كمان مع بعض الموتور وحاله الموتور. طبعا موتور 1600 سي سي. ده شكل الموتور وشكل الحوض بتاعه بسم الله ما شاء الله، كل حاجه وضعها زي ما احنا شايفين كده. كمان مسامير الكبوت زي ما احنا شايفين السيليكون. كمان الناحيه الثانيه للكبوت السيليكون باين قدامنا، والمسامير للكبوت الناحيه الثانيه كمان زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله يا جماعه. ده الجنط الخامس زي ما قلنا، ده الجنط الخامس، السياره 5 جنوط. ده شكل الحوض الشنطه بسم الله ما شاء الله، مفيش عندي لا خبطه ولا ضربه ولا تصليح ولا اي حاجه. ده الشكل العام. وطبعا ده كان الشكل النهائي للسياره، اتفرجنا عليها في عجاله والحمد لله، مش عايزين نطول عليكم في الفيديوهات، لكن دي السياره اللي تحت ايدينا واللي الحمد لله استقرينا عليها واشتريناها لصاحبها من محافظه الشرقيه. سياره بالحاله اللي اتفرجنا عليها، اظن السياره ما شاء الله ممتازه جدا جدا. سياره الحمد لله جميله نظيفه سليمه، اوبشن كامل بحاله ممتازه وبسعر فوق الممتاز. ان شاء الله تعالى توصل لصاحبها على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.